سنة 1994 كان في ملايين الناس شايفين ان الانترنت ده لعبة، وكان في شركات كتير شايفة ان هو موضة وهيعدي، وكان في مستثمرين شايفين انه اختراع لطيف لكن عمره ما هيغير الاقتصاد. لكن كان في واحد شاف حاجة محدش غيره شافها، شاف رقم واحد قلب حياته كلها. كان الرقم ده 2300%، ودي كانت نسبة نمو الانترنت في خلال سنة واحدة بس. رقم يخليك تتفاجئ، لكن بالنسبة لجيف بيزوس الرقم ده كان أخطر من أي خبر اقتصادي. وقف قدامه وبدأ يسأل نفسه سؤال: لو الانترنت بيجري بالسرعة دي هيغير إيه؟ ناس كتير كانت بتدور على إجابة سهلة، بس هو كان بيدور على سؤال صعب. في الوقت ده كان جيف عنده 30 سنة وشغال في واحدة من أقوى شركات الاستثمار في وول ستريت. مرتب ممتاز، مستقبل مضمون، وحياة في الحقيقة أي حد ممكن يحسدها. وكان عنده كل الأسباب اللي تخليه يفضل مكانه، لكن كان عنده سبب واحد يخليه يمشي، وهو الفضول. ولو عجبك الفيديو تقدر تتابع باقي الحلقة على يوتيوب، وهسيب لكم اللينك في الديسكريبشن.